مشاهدينا أهلا بكم معنا وسهرة جديدة ويا مسخرني. سهرتنا النهاردة سهرة خاصة عن المسرح المصري. احنا عارفين دايما ان المسرح هو أبو الفنون، والمسرح المصري بداياته يمكن تكون من آلاف السنين، منذ العصور القديمة، العصور الفرعونية. والمسرح المصري طبعا قام على أباطرة أو يعني نقول كبار الفنانين العمالقة منذ بدايات المسرح المصري في القرن ال19 وال20. والحقيقة شاهدنا طفرة في المسرح المصري كبيرة جدا في ذلك الوقت. احنا النهاردة هنرصد المسرح المصري ونرصد تطور المسرح المصري من خلال لقائي مع نقول فنان وكاتب مسرحي وشاعر أيضا، والأستاذ أحمد سراج. أستاذ أحمد سراج لو اتكلمت عنه وتسمحوا لي يعني أديكوا كده نبذة بسيطة عن رحلته في عالم الشعر والكتابة. هقول إن هو طبعا مؤسس مشروعي أدب المصريين والنحو البسيط. أيضا صدر له ديوان بعنوان الحكم للميدان وغرب الحب الميت، مسرحيات زي زمن الحصار والقرار وفصول السنة الأربعة. وأيضا طبعا ترجمت أعماله لعدة لغات وهي القلعة والعصفور، وحاز على جائزة من مهرجان صوت العالم بأمريكا، وجائزة أيضا محمد تيمور للتأليف المسرحي، وجائزة اتحاد الكتاب المصري في المسرح عام 2022. الفنان والشاعر والكاتب أستاذ أحمد سراج هنرصد معاه تاريخ المسرح المصري وما وصل إليه المسرح المصري، إلى جانب طبعا هنتعرف على الأعمال اللي قدمها ورؤيته للمسرح المصري. أستاذ أحمد أهلا بيك وشرفتني. أهلا بحضرتك يا فندم، الشرف ليا. المسرح المصري مسرح عريق الحقيقة، ويعني زي ما قلت كده في البدايات يمكن نقش على جدران المعابد. المسرح المصري مع طبعا في العصور المختلفة، المماليك وغيرها من العصور، طبعا بداية بقى من العصر الحديث وعصر محمد علي وأسرة محمد علي، بدأ الاهتمام أيضا بالمسرح وإنشاء دار أوبرا، وأصبح للمسرح وضع خاص. نتكلم في نبذة كده سريعة بداية عن تاريخ المسرح المصري، وإيه اللي نقدر نقول النهضة فعلا، أي عصر هنقول عصر نهضة المسرح المصري. طبعا ده يعني سؤال مهم، لأنه بيحيي قضية هي قضية تفرد المصريين، وتفرد المصريين بالحقيقة وليست محبة للذات أو ما إلى ذلك. وصل اهتمام المصريين القدماء بالمسرح ورعايتهم ليه ووعيهم لدوره لما نبص انه حتشبسوت علشان تثبت انها بنت الآلهة تم تمثيل هذا على المسرح. اي ملك علشان يتنصب كان بيبقى فيه مسرحية الصعود ليه. الناس متخيلة انه شكل المسرح الوحيد هو المسرح الذي نراه الآن. هذا المسرح هو مسرح العلبة. لكن أحمد شمس الدين الحجاجي مثلا مفتوح. يتكلم عن فنون الفرجة الشعبية. فنون الفرجة الشعبية في مصر هي كانت المسرح، وهي اللي استقى منها الناس بكل أشكالهم. يعني كان في حركة، الناس مثلا متخيلة أن اليونانيين لما جم يعملوا حضارتهم عملوها من البداية. لا، هم جم اتعلموا في مصر وعملوا المسرح الروماني وكان بيقدم عليه أيضا والغريب أن مسرحية الضارعات، نعم، الضارعات اللي عملها سوفوكليس، هي بتتكلم عن، او يوربيدس، هي بتتكلم عن انه في ملك بيتظلم في مكانه لانه عنده بنات مش عاوز يجوزها للملك المظلوم، فبيلجأ ويستجير بملك مصر. ولما نرجع لأرسطوطاليس واللي كتبوا التاريخ وأسسوا للفكرة اليونانية وغيرها، هنلاقي ان هم اصلا اتعلموا في مكتبات الاسكندرية وما الى ذلك. وانه في لغايه النهارده تمثالين في الاقصر بتوع اجاممنون. أيوة. اللي هم بيقولوا انه اجاممنون بيبكي على بنته، تمثال موجود، وطبعا الندى بينزل
القطرات بينزل القطرات على الرجل، فبيقولوا ان ده البكاء. الفكره يعني. انه ودي نقطه مهمه جدا، انه زكي نجيب محمود لما راح امريكا فبيسالوه بيقولوا له يعني انت شخص كويس بس ايه يا مصر دي؟ يعني مصر دي، فقال لهم الحضارات اللي في العالم معروفه هي الحضاره الامريكيه والحضاره الانجليزيه والحضاره اليونانيه. قبل ما الحضاره الامريكيه تظهر بمئات السنين كان شكسبير بيكتب مسرح. نعم. وقبل ما الحضاره الانجليزيه تظهر كان أفيد بيكتب شعر. نعم. وقبل ما الحضارة اليونانية تظهر كان هناك هوميروس بيكتب الإلياذة والأوديسة. لكن قبل ذلك ب40 قرنا من الزمان كانت مصر تملأ العالم فنا وديانة وعلما. حضرتك ذكرت ملاحظة مهمة جدا، انه مثلا ايام المماليك كان في مسرح. المسرح ده اللي هو كان البابات، خيال الظل اللي كان عاملها ابن دانيال، اللي خدوا معاه سليم الأول إلى تركيا اسطنبول. والبابات موجودة لغاية النهاردة، اللي أكثر من 42 بابة كانوا موجودين. وبيذكر أنه خير بك، المصريين سموه خاين بك، اللي هو خان المصريين، أنه الأطفال المصريين في الشارع كانوا بيعملوا تحت القلعة مسرحيات بيمثلوا فيها سخرية من خير بك. وأنه جوستف لبون وكثير من المستشرقين لما بيتكلموا عن كان بيحصل في مصر والشرق وعنصر الحكي، لكن كانت الفكرة عبارة عن ايه؟ هو المسرحي اللي هو وارث فكرة المسرح، لكن ما عندوش الامكانيات، فكان بينغم في صوته، بيتكلم فيها كده. فكان المسرح موجود وان لم يكن موجودا بالشكل الفني المتعارف عليه الان، اللي هو في الاصل شكل احتلالي، لان هو المسرح الإيطالي اللي هو مسرح العلبة مش الشكل الوحيد. يعني من الممكن الناس تلتف. تمام. وده كان بيحصل في حاجات كتير. نقدر نقول مع بداية بقى دخول أسرة محمد علي ومصر الحديثة، وكان التحديث في كل شيء والاهتمام، وخصوصا الخديوي إسماعيل بالمسرح وبناء دار أوبرا زي محاكاة لفرنسا، وبداية بقى نقول الفن الجميل، سواء بقى يعني المسرحيات يعني بكل أنواعها بقى. وبدأنا بقى ايه حركة تطور في الأوبرا والغناء وغيرها. هنتكلم بقى على المرحلة دي ازاي. هي اعتقد ان دي أستاذ أحمد ان هي كانت اللبنة للمسرح الحديث بقى اللي احنا نشاهده الآن. هو فعلا يا فندم لما الحملة الفرنسية جت في مصر كان في بركة اسمها بركة الأزبكية. وبركة هنا معناها بحيرة نظيف، يعني بحيرة جميلة. نعم. نابليون لما جه لاحظ ان المصريين بيتجمعوا عند البحيرة دي اللي هي كانت في العتبة، فبدأ يهتم بالموضوع بأشكال فنية. لما هو خرج محمد علي ردم هذه البحيرة وبدأ مجموعة إجراءات. لكن اللي حصل للمشروع بتاعه اللي هو المشروع العسكري وتوقفه خلاه يتراجع شوية. جه عباس كان عنده تصور، يعني كان بيقول إن الأمم الجاهلة أسلس قيادة من الأمم المتعلمة. فتراجع المشروع ده أيام عباس وأيام سعيد. لما جه اسماعيل كان اسماعيل عنده طموح انه يحول مصر القاهره الى قطعه من باريس. بدات بقى فكره انه يبقى في مسرح هو عمل البنيه الاساسيه. كانت مصر وقتها هي المركز الاشعاع. صحيح. فيجي مثلا مارون النقاش، يجي يعقوب صنوع من الشام بقى. بدات الاول من الشام، لانه كانت الفكره انت بتدور على جمهور وبتدور على مكان فيه جذب. نعم. يعني خليل مطران يجي عشان هنا في حافظ ابراهيم واحمد شوقي، ويجي خليل مطران بعد كده يعمل الفرقه المسرحيه بتاعته ويترجم. بدا المسرح المصري كمان يدخل المسرحيات الفكاهية بالظبط علشان تجذب الناس. المسرحيات الغنائية بدأت الفرق نفسها تقدم أكتر من عرض، وكانت سمة أساسية لأي مغني كويس إن هو عنده فرقة. صحيح. فرقة. طب حد اتشهر في اسكندرية زي مثلا الشيخ سلامة كذا. طب تعالى بقى الشيخ سلامة نعمل بقى إيه؟ نعمل عرض مسرحي، نعمل رواية مسرحية. ولأن المسرح هو ليه المسرح أبو الفنون؟
لان في كل الفنون صحيح، جنب ان هو في الفن الرئيسي فن الحياه. الناس تذهب الى المسرح لتشاهد شروط حياتها المعاصره. لما حضرتك تشوفي بطل بيخطئ وبيعاقب على اخطائه وبيصرخ، هنا بيحصل نوع من التطهر، واصل الفن هو التطهير. نعم. يعني اعلى مجالات التطهير ان حضرتك تشوفي الممثل وجها لوجه بالشكل بتاعه والاهتزاز بتاعه. بدأ هنا المسرح يتحرك خطوات كتيرة، لأن كانت البنية الأساسية موجودة. لما حتى جت ثورة بعد كده، ثورة 1919، في مسرحيات كتيرة بتتكلم عن عن الثورة وعن الحركات اللي المصريين كانوا بيعملوها وكده. نعم. لكن النقلة المؤسسية طبعا عشان الظروف والحاجات كانت مع ثورة 52، تأسيس أكاديمية الفنون، بناء المسرح، عمل فرقتين للمسرح القومي، عمل مسرح التلفزيون، والاستعانة بخبرات زي عبد المنعم إبراهيم، ان احنا نجيب من بره بريخت يدرس، ان احنا نطلع بره سعد أردش وكرم مطاوع يشتغلوا. فبدأ يبقى فيه ازدهار، لدرجة ان انا كنت عامل حوار مع استاذ اشرف عبد الغفور اللي هو بطل اول مسرحية تلفزيون. فقال لي احنا اصلا كان الاتفاق ان احنا بنعمل بروفة صامت، وبعدين بروفة جنرال، وبعدين بنعرض تتصور، ونعمل بقى مسرحية تانية للتلفزيون. فبيقول كان بندخل بس جمهور كده عشان يبقى في حد ايه قاعد، اللي احنا بنسميه بالمنطق الفني ريكلام. فبيقول لي احنا عملنا المسرحية، فوجئنا ان الجمهور طالع بيطالب تاني بايه، بعرض تاني وتالت. فالمسرحية اللي كانت تتعمل بس عشان تتصور اتعملت 15 ليلة في القاهرة ولفت المحافظات. مش كده بس، لا احنا كان عندنا فرقة المسرح القومي وطليعة المسرح القومي. نعم، فرقة الطليعة. أيوة. فهنا بس كانت الظروف نفسها مواتية ليه؟ انه المناطق مفتوحة، الانتقالات سهلة، مشروع الدولة كان إتاحة كل هذه الأمور إما بأسعار زهيدة أو صحيح. بشكل شبه مجاني. أتيتك بعد أن ذهب النفاق، وأنت الناس وعندي حياتي أنت ولادة. يقولون إنك تحكي كثيرا وإنك تعشق كل النساء، وتكتب شعرك في كل عين وتلقي فؤادك في أي ماء. إذا كنت يوما عرفت النساء وكرهت في الحب دون ارتواء، فإني رأيتك صبحا جميلا فليس من الأرض هذا الضياء. وماذا رأيت؟ ترى ما عشقت؟ عشقتك في كل شيء، فأنت الصباح الذي لا يغيب، وأنت الرجاء الذي لا يخيب. تعال الآن أطربني وقل لي كل أخبار الوزير. وزيرك أنت، فأنت مليكة الملك. أحببت فيك القلب قبل المنصب، وأنا أخاف من المناصب. يوما تجيء غدا تضيع، ونعيش نحلم بالذي قد كان، ونظن أن الناس تصنعها الكراسي والرتب. لا 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 تخافي. أنا عايزة يعني بما أننا بنتكلم عن مسرح، مش يعني لازم نمر على كتاباتك المسرحية، وأيهما يستهويك يعني ككاتب مسرحي ولا شاعر ولا الاتنين في خط متوازي؟ لا هقول لحضرتك، هو الشعر صوت الإنسان الصافي، صوتك انتي، صوت اللي جواكي، صوت مشاعرك. لكن المسرح هو الصوت البليفوني، الصوت المتعدد، صوت الرؤية المتكاملة من كل الجهات. لا يمكن في المسرح انك تخلي شخصية تتكلم بطريقتك. لا، وبعدين الذهاب للمسرح هو يعني انا لسه مخلص مسرحية كنت بكلم حضرتك في الكواليس قبل كده، اللي هي مسرحية بابلي، عن تصور ان العالم بيتعرض لمجموعة من المشكلات والكوارث بسبب اللي بيعمله عصابات التكنولوجيا الموجودة وصراعاتهم. فوانا داخل اكتب النص انا ما كنتش عارف انا رايح فين. فحسيت كده التعبير اللي انا كتبته، قلق الماشي في الغابات. انا لازم امشي جوه الغابة بس انا مش عارف انا رايح فين او جاي منين. بتيجي بتختاري لحظة، يعني مثلا النص الاول اللي واخد جائزة محمود تيمور زمن الحصار، كل اللي كان بيستهويني شخصية البطل اللي ظهر والأندلس بتسقط وقال لا احنا مش هنسلم،
واخر سقوط الاندلس لسنوات، اللي هو موسى بن ابي الغسان. وظللت ابحث عن هذه الشخصيه لسنوات، يعني بحيث ان انا اكون تصور كامل لهذه الشخصيه وللعصر. والسؤال الاهم، لماذا يخون الخائنون؟ يعني لدرجه ان انا بعد ما انهيت النص انا كنت افترضت ان في معاهده سريه عملها مجموعه من الشخصيات بناء على التحليل النفسي بتاعهم. فيما بعد لقيت كتاب بيتكلم عن المعاهده اللي مكونه من 54 بند فيها امتيازات خاصه بهؤلاء الخونه. كتابه المسرح بتسمح لك باطلاق اكتر من شحنه. انه القارئ نفسه، لانه كمان المسرح غير الروايه. الروايه بتبني حدث وبتتابعه وبتمشي معاه، لكن المسرح هو رصد حاله مواره وحاله شائكه جدا لحظه انفجارها. فكأن حضرتك بالظبط بتقربي من القنبله وهي بتنفجر، لا جيتي قبلها ولا جيتي بعدها. عشان كده يعني حتى كان عز الدين المدني يقول انه الكتابه عن اللحظات المواره والدفاقه في التاريخ، انا كنت بستغرب ليه هو بيعمل كده. يعني ليه هو بيروح يكتب عن ثوره الزونج مثلا؟ نعم. ليه محمد ابو العلا السلمون الله يرحمه كان يعمل مآذن المحروسه ورجل القلعه؟ يعني رجل القلعه دي بتتكلم عن محمد علي وهو بيتدمر في اللحظه اللي المشروع الاستعماري الاوروبي بيدمره. فالمسرح بيحرر الانسان من اشياء كثيره جدا، والمسرح لا يولد الا في مناخ الحريه او يصنعه. اكيد، ده اكيد. طيب احنا لو رصدنا كده يعني هل المسرح، معظم المسرح كان المسرح الكوميدي في البدايات بقى في العشرينات، والمنافسه بين علي الكسار وطبعا نجيب الريحاني، وقبلهم طبعا كان في فنانين، لكن كان بيستمر المسرح الكوميدي أكتر من المسرح السياسي أو المسرح التاريخي. يعني بنجد المسرحيات التاريخية نادرة جدا بنجدها، يعني مش بالكثرة بكثرة المسرح الكوميدي. طبعا مع تعاقب الأجيال بقى، فؤاد المهندس، عبد المنعم عبد المنعم مدبولي، محمد عوض، يعني مش عايزين وصولا إلى الزعيم عادل إمام، نجد المسرح اللي هو السياسي او اللي هو الساخر شويه قليل. كان زمان مثلا نشاهد السيده تحيه كاريوكا وفايز حلاوه كانوا بيقدموا احيانا المسرحيات الساخره شويه من الاوضاع. بعد كده نجد ان المسرح التاريخي او اللي بيقدم زي زي الوزير العاشق وغيرها، بنجد برضو ان ما فيش يعني الكثرة هل يعني ده نتيجة ان اعتدنا من المسرح ان يقدم دايما الكوميدي او هو انا اقول لحضرتك هي الفكرة انه المسرح لما اتولد، حتى هم لما بيوصفوا نجيب الريحاني بيقولوا ان هو الضاحك الباكي، ولا يمكن ان تخلو طبعا مسرحيه في رساله حتى في الكوميدي، ولا يعني يمكن ان تخلو مسرحيه كوميديه طبعا من يعني لحظات دراميه وتراجيديه. ده اكيد. لكن دايما يعني في مثل اوروبي، من يدفع هو بيز كان كل ذا تون، من يدفع اجر العازف يحدد نوع اللحن. مسرح الخاص هو رايح لجمهور، فالجمهور هيكون مهتم قوي بالحاجات اللي تسري عنه، لكن ده مش معناه تراجع النصوص المسرحيه الجاده. لا احنا طبعا يعني حتى لسه الفنان يحيى الفخراني والملك لير مثلا طبعا وحقق النجاح على المسرح. انا يعني هقول لحضرتك ما هو اخطر. احنا بنبص لتدخلات الجمهور على انها عيوب، لا، الجمهور ده هو السياق اللي احنا بنشتغل فيه. وهنضرب مثال بسيط، انه المسرح في الاول كان مسرح آلهة، يوربيدس، سوفوكليس، كل الحاجات دي الآلهة بتتدخل وبتعمل. جه شكسبير خلاهم ملوك. جه هنريك إبسن قال انا هشتغل على البشر العاديين. وكانت عنده اول مسرحيه بيت الدميه، اللي هي البطله جوزها بيدرس وعنده ضائقه فبتستلف من واحد صاحبه، فجوزها بعد ما بيبقى كبير بيتضايق. المؤلف عامل ايه؟ عامل ان البطله بتسيب المسرح وتخرج. طبعا ده في السياق الانجليزي المعاصر كان غير مقبول، فالناس اتخنقت. فلما عمل العرض تاني خلى جوزها بيصالحها وهي بتقعد. فتدخل الجمهور، موليير كان بيلف ورا المسرحيات بتاعته يشوف رأي الجمهور عامل ازاي عشان يعمل الفعل التفاعل. احنا الجمهور عاوز ايه؟ الجمهور من حقه انه يتسرع عنه. لكن لما نيجي نبص، الدولة
لما تكون بتنتج مسرح رصين، مش عشان تعمل التوازن فقط، لا، علشان تبث القيم اللي هي عايزه تبثها. النهارده الموضوع ومن بعد تحديدا نكسة 67. نعم. يعني اول فيلم تم انتاجه بعد 67 كان شنبه في المصيده. نعم. ليه؟ ان هو شعب مهموم، وانت محتاجه ده. مع تزايد الضغوط الناس مش هتدور على ضغط اكثر، على ضغط اكتر. لكن لما بيتعرض نص، لما اتعرض الملك لير وهو نص نص شكسبيري، نص تراجيدي يعني من اقصى الدرجات، من اقصى درجات القسوه. ايه اللي حصل؟ ودون اعلام ودون سوشيال ميديا ودون لا بالزبط. هو النص اثبت نفسه. ففكره انه انا بقدم للناس على حس ان هم عاوزين كده، انا لو قدمت لهم الاثنين هيختاروا الاثنين. الدليل على كده اعلى نسب المشاهده دلوقتي الايه؟ لليالي الحلمية والشهد والدموع وارابيسك، والنصوص اللي هي بتعالج قضايا الناس رغم الطوفان من المسلسلات البلاستيك اللي بتيجي دلوقتي. ايه اللي بينقص المسرح حاليا ونحن نشاهد يعني مسرح القومي بيجتهد ويقدم نصوص جيدة تقدم على خشبة المسرح ومسارح الدولة الحقيقة، يعني تشجيع كمان للشباب وكتاب الشباب من اللي بيكتبوا المسرح، لكن بينقص المسرح الكثير في الفترة الحالية. ما ينقص المسرح في الحقيقة اسمحي لي، هو أحمد زويل حلها. قال احنا عندنا علماء وما عندناش مجتمع علمي. ولما اتسأل ازاي، قال احنا عندنا ضوء الشمس بس مش بنعمله ليزر. احنا مش عندنا رؤية الجامعة الشاملة. المسارح اللي كانت موجودة على مستوى الدولة تقلصت وتكاد تكون اندثرت. يعني لو قلنا النهاردة المنوفية فيها ايه؟ أسيوط اللي كانت في المحافظات يعني. أسيوط اللي كانت بتعرض فين كذا فين ما عادش موجود. الثقافة كانت لا كل ده يا فندم حاليا بقت صالات عرض بتشتغل بالإضاءة بالإنارة أكتر ما بتشتغل بالإضاءة، وليلة عرض واحدة. لكن حضرتك تعالي النهاردة، ده في حاجة بقى مهمة، انه العصر اتطور. كمان في حتة مهمة، المسرح هو مشروع دولة مش مشروع فرد. صحيح. لانه فاحنا محتاجين ده، محتاجين تطوير، محتاجين رؤية، ومحتاجين تطوير للرؤية، ومحتاجين نبص للعالم. بنأمل هذا أستاذ أحمد. إن شاء الله. إن شاء الله. الكاتب المسرحي والشاعر الكبير أستاذ أحمد سراج، شرفتني. شكرا. وإن شاء الله يكون لنا سهرة أخرى نتحدث فيها عن نهضة مسرحية حقيقية تقام في مصر إن شاء الله. بشكر حضرتك. شكرا جزيلا لحضرتك. مشاهدي يا مسهرني، على وعد بلقاء جديد وسهرة جديدة. ويا مسهرني بشكركم وإلى اللقاء.